يسعد أوقاتكم أصدقائي، يعطيكم ألف عافية. رح نعمل مع بعض اليوم تحلاية سهلة وسريعة، مكوناتها جدا بسيطة وإن شاء الله تكون متوفرة في كل بيت. أصدقائي، إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة، أنا معكم امرأة طاشمان من قناة وصفات شهية. بتمنى أنه تدعموني باللايك وشير للقناة. خليكم مع أصدقائي، خلينا نشوف المكونات وطريقة عمل هذه الوصفة الرائعة. بمقلاية على نار متوسطة راح أضيف عندي هنا ملعقة من الزبدة الحيواني، وعندي كمان ملعقة من السمنة الحيواني أو البلدي. طبعا إذا ما توفر عندكم فيكم تستخدموا الزبدة لحالها أو السمنة لحالها. عندي كوب من الشعرية، ملعقتين كبار مليانين من السكر، وعندي تقريبا نصف ملعقة كبيرة من الهيل. هلا رح أحركهم مع بعض بشكل كتير منيح لحتى إنه الشعرية عندي هنا تاخد لون. طبعا هي ما بتاخد وقت كتير على النار. هلا مثل ما شايفين تحمرت عندي الشعرية وصارت جاهزة. هلا رح أنزل عليها بنفس الكوب المعيار اللي قست فيه الشعرية، بنزل عندي هنا 3 أكواب من المي. وهلأ أنا عندي هنا طبعا لازم أترك الشعرية لحتى إنها تتشرب كل كمية المي اللي حطيناها. أول ما تبتدي تغلي عندي المي بالشكل هذا راح أخفف على النار، وبعد هيك راح أغطي على الوعاء اللي موجود عندي. طبعا بين فترة والثانية لازم نتفقد الشعرية، نعطيها هيك تحريكة بسيطة، وبعد هيك نرجع نغطيها طبعا لحتى انه نشوف انه الشعرية اتشربت عندي كل كمية المي اللي موجودة هون. وهلا مثل ما شايفين معي أصدقائي، الشعرية تشربت عنا كل كمية المي اللي حطيناها وصارت جاهزة عندي. هلا رح نتركها على جنب، ورح نبتدي نحضر مع بعضنا المهلبية اللي رح نستخدمها كمان بهذا الحلو. هلا أنا عندي هنا رح أنزل بوعاء 3 أكواب من الحليب السائل، وعندي هنا نصف كوب من السكر، وعندي 5 ملاعق من النشا. عندي ملعقة صغيرة من الفانيلا، طبعا الفانيلا لحتى انها تعطينا طعم، وطعمتها كتير طيبة بهذه الوصفة. وهلا رح نحركهم بشكل جيد لحتى انها تتجانس المكونات وما يضل عندي اي تكتلات. بهيك صار جاهز الخليط عندي. هلا رح ارفع الخليط على النار، وراح أضلني أحركه بالطريقة هاي لحتى إنه يثقل الخليط عندي. وبهيك أصدقائي مثل ما شايفين عنا هنا الحليب ابتدى عندي يثقل. هلا راح أنزل عندي هنا ملعقة كبيرة من الزبدة، راح أحركها شوي، وبعد هيك راح أنزل عندي هنا علبة من القشطة، طبعا أي نوع قشطة متوفر عندك. راح أستمر بالتحريك بشكل كتير منيح لحتى إنها تتجانس المكونات عندي. وأنا إذا بتتذكروا في البداية حطيت عندي هون مع المهلبية ملعقة من الفانيلا لحتى إنها تعطيها نكهة. طبعا إذا حبيتوا إنه تنكوها بماء الورد أو ماء الزهر مثل ما بتحبوا. هلا هيك صارت جاهزة عندي المهلبية، طبعا تركتها لمدة أقل من دقيقة على نار هادية. هلا هنا وزعت عندي الشعيرية بالأكواب. طبعا راح أعمل طبقة من الشعرية وبعد هيك طبقة من المهلبية. حلو كتير طيب وكتير سهل، وبنفس الوقت عنا ما بياخد عنا وقت كتير أبدا، بيجهز معانا بسرعة. هلا هيك راح أدخلهم على الثلاجة وأتركهم لحتى إنهم يبردوا. وبعد هيك أنا زينتهم عندي بالفستق الحلبي، وبهيك صارت جاهزة معانا أطيب وأسهل وأسرع تحلاي ممكن إنه تعملوها. ما بتتخيلوا أصدقائي قديش طعمتها كانت كتير طيبة بالرغم من البساطة المكونات اللي استخدمناها. وبهيك أصدقائي بكون كملت معاكم الفيديو. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بهذا الفيديو. لا تنسونا أصدقائي من اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. بترككم بأمان الله.